صبر، الجبل الذي ابتلع ميليشيا التمرد حين تسللت لواذا للغدر بتعز في بداية العدوان. في الحقيقة يا أخي وجدنا عزيمة شديدة عند الناس رغم قلة الإمكانيات والغذاء والدواء والسلاح، إلا أن هناك دافع داخلي في قلوب الناس وعزيمة أنهم يدافعون عن حق، عن قضية. جبل صبر وموقع العروس الاستراتيجي الذي يتربع على عرشه من أهم المواقع العسكرية للجيش والمقاومة بتعز، فالتدريبات والاستعدادات هنا على قدم وساق. استطعنا بحمد الله وتوفيقه تكوين فصيلين عسكريين يتلقون التدريبات العالية لشن أو لصد أي هجوم أو لمساندة إخواننا في أي مكان. موقع العروس الاستراتيجي سيكون له دورا مهما في مرحلة فك الحصار وتحرير المدينة، كما يقول قائد المقاومة بجبهة صبر عارف جامل. جبل صبر طبعا هو جبل صبر الحاضن لمدينة تعز، وهو سيكون المصدر الناري والتعزيز القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سواء لقوات التحالف أو المقاومة. سيكون إن شاء الله له دور خلال الأيام القادمة، سيكون له دور وتكون هناك مفاجآت إن شاء الله بإذن الله في عملية الحصر في مدينة تعز. جبل صبر ثاني أعلى قمة في اليمن والجزيرة العربية بعد جبل النبي شعيب، لكنه فاقه علوا في المقاومة والصمود، فلا تكاد تذكر المقاومة بتعز إلا ويذكر جبل صبر معها. تعز صامدة كصمود هذا الجبل، عدوان ميليشيا التمرد يقابله إرادة لا تقهر لدى المقاومين هنا. أمين دبوان، يمن شباب، من موقع العروس الاستراتيجي بجبل صبر.